انت مش ملاحظ حاجة غريبة؟ يعني انت دلوقتي بتصلي وبتقرا في القرآن وبتصوم، رغم ان ده ما يزعلش، ده حاجة تفرح. يعني فاكر من قيمة كام اسبوع كده بالظبط جيت لي الأوضة قلت لي ايه انت مش ناوي؟ قلت لك مش ناوي ايه؟ قلت لي انت مش سامع اذان الفجر ولا ايه؟ قلت لك لا سامعه، بس في شوية شغل اخلصه وهجيلك دلوقتي حالا. طيب انا هستناك. طيب ماشي ماشي. انا ما عملتش الشغل ونمت، ولما نمت حلمت انا كنت مرمي على الارض، واني كان في ناس عمالين يقولوا هاتوا الدكتور هاتوا الدكتور. رنوا على الدكتور جابوه. الدكتور مسك نبض ايدي وقال لهم البقاء لله. كانوا ماسكين قماشة بيضة كبيرة وبيلفونوا بيها. هو انت تقصد الكفن؟ بالظبط هو ده. بعدين اخدوني المسجد، صلوا عليا واخدوني بالعربيات ومشيوا. فضلنا ماشيين طريق بعيد قوي. بعد كده وصلنا لمكان مليان اوض صغيرة، كل اوضة حوالي متر في متر، ونزلوني في اوضة. كنت سامع كلام الناس، كانوا بيقولوا كلام وحش قوي، ظلمني كتير، يلا ارتحنا منه. كان مغرور، ما كانش حد بيحبه، ده عمره ما ركعها يا راجل، ده ما كانش حتى في رمضان بيصوم، بيكلم بنات ليل ونهار. امي كانت واقفه على الباب وبتقول لي خلاص خلاص مش هشوفك تاني في البيت. مفيش كل يوم المكالمه بتاعت نص الليل انت اتاخرت ليه؟ مفيش كل يوم طبقك معانا على السفره، ويلا يا ابني عشان الاكل ما يبردش. مفيش يا ابني تعالى عشان تجيب لي طلبات محتاجاها. مشيوا، كل اللي كان بيعزيني مشي. طلعوا عليا اتنين كانوا بيسألوني أسئلة: من هو ربك؟ من هو دينك؟ من هو نبيك؟ كنت بتصلي؟ أنا ما كنتش بقول غير كلمة واحدة بس: ما أعرفش. قمت فزعت، أنا عايش. حاسس إن دي إشارة من ربنا بيقول لي فوق بقى. حسيت إن هو درس هتعلم منه بقى. أنا لما صليت وقربت من ربنا لقيت الناس بتعاملني بكل احترام وبكل أدب. اللي ما كانش بيطيقني دلوقتي بيسلم عليا وبيتكلم معايا عادي. ربنا سبحانه وتعالى لما بجد متقرب منه بيحبب في خلقه، وده إحساس جميل جدا. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمود.